العربيه ديت مقلوبه. طبعا عربيه بالوضع دوت غالبا يعني هيبقى عندها مشكله كبيره قوي في الترخيص. ليه بقى؟ لان دلوقتي وطبقا للماده 17 من قانون المرور بيمنع ان انت تعمل اي تعديلات جوهريه في الاجزاء الرئيسيه في العربيه. الحاجات الجوهريه زي السقف، زي القايم، زي الشاسيه، الحاجات دي كلها ممنوعه دلوقتي اللي انت تغير فيها. فبالتالي صاحب العربيه للاسف مش هيعرف يرخصها ولا هيعرف يمشي بيها. هندسه، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. العربيه دي هتعمل فيها ايه؟ اسمح لي بس، طبعا انت استاذنا وانا والله مش بعلي على حضرتك ولا حاجه. لا لا. بس لا، هو ان شاء الله رب العالمين العربيه دي هتترخص، والعربيه دي مش هيكون فيها اي مشاكل. هتقول لي ليه؟ لان العربيه دي مش هيتم فيها استخدام اي قطعيات بالمره، ولا من القوايم ولا من السقف يعني، ولا في اي جزء في العربيه. يعني العربيه ديت والقوايم اللي مخبوطه دي مش تلحم فيها؟ لا خالص. القوايم دي هيتم استخدام اجهزه البي دي ار والبناطه الكهرباء، وهيتم سحب القايم سنه سنه. وهو حضرتك لو خدت بالك هتلاقي القايم الثاني كمان اسوأ من هنا. تمام. لكن مش هيتم فيها اي لحمات، وهتبقى استخدام المعجون فيها بالظبط هي قشره واحده، لكنها مرشوشه يعني رش عاديه. يعني يمكن تكون كمان رش نظافه، دي كلمه كبيره عليها يعني. طيب ماشي، يعني ربنا يعوض على صاحبها في كل الاحوال. والحمد لله. بصوا الارباجات، تعالوا نتفرج عليها كده. اتفضل. بصوا الارباجات ضربت في الجنب. طبعا هي وسائل حمايه مهمه جدا ان هي تكون موجوده في اي عربيه بصراحه. يعني هو كل اللي في العربيه طلعوا سلام يا هندسه، صح؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. كل الناس الحمد لله رب العالمين طلعوا سلام، ومفيش اي حد حصل له اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو ربنا سبحانه وتعالى اراد بقى ان العربيه دي تيجي عندنا، ودي هديه بسيطه احنا هنقدمها لهم. الحمد لله ان ربنا نجاهم الحمد لله. ووعد قدام حضرتك. الارباجات دي هيتعمل فيها ايه؟ لا، الارباجات دي احنا قشره التابلو بتتغير، الارباج بتاع الطاره بيتغير، ارباجات السقف بتتغير والاحزمه وبترجع. مش مجرد، انا اسف عشان في بعض الناس بتعمل ايه بقى؟ بتحط مقاومات وتقفل. بيلموها خلاص. الارباجات ما بتشتغلش. لكن الحمد لله اللهم لك الحمد، احنا بنرجع الارباجات تاني بعد الشر لو حد حصل له حادث في نفس العربيه، الارباجات بترجع تضرب تاني عشان نحافظ على السلامه والسيفتي. وهتشوف ده بعينك ان شاء الله بعد العربيه ما تخلص. ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يكتر من امثالك يا هندسه. الحمد لله رب العالمين. اللهم امين. وشكرا لكل متابعينك الكرام، وشكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا هندسه. ربنا يستر طريقكم دايما.